اللحظات التي يتواصل من عناصر المنتخب المغربي بإمكانه يا شباب سجلوا هدف ثاني وثالث في هذه المباراة أمام صعبة يخرج من الحسابات. ستلعب هذه الركنية في القائمة الأول، زادت الثانية والدفاع يتدخل، الدفاع يبعد الخطورة، رجعت السيد الرافعي يعيد الكرة هنا. حمزة كوتون يبحث عن وسام في بوادر الهدف الثاني في بوادر مع حمزة جليد. نتمنى ان الخطوره تغيب حتى في دقائق القادمه. عموما ستلعب هذه الضربه الحره الجانبيه لعناصر منتخب. اذا ستلعب الضربه الحره. من يستعد للتنفيذ الان؟ جليد حمزه يثبت الجدار، وهذه فرصتك كذلك يا حمزه جليد لتتالق بعد اراحه طه بن غوزيل الحارس الاول. اللاعبين تشوف هنا كل العناصر الوطنيه رجعت الى الخلف بما فيهم وسام. اذا ستلعب هذه الضربه الحره الجانبيه. الحكم سيعطي اشاره التنفيذ. ستكون مقوصه يا جليد، لكن عاليه مباشره تخرج الى ضربه مرمى لفائده حمزه جليد. وسط مارفيل مالفي. الضربه الحره، الحكم يعطي الاشاره العرضيه في القائمة الثاني، لابعاد من حمزة المتوكل. تخرج مباشرة إلى